السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا ما شبوا ضربوا بلادنا، شوفوا ما أحلاه ضربوا بلادنا. ضربوا ذاك اللي ماتوا عليه رجال، ماتت عليه نساء حراير، اللي كانوا أسطوا أن تونس بلادنا باش تاخذ استقلالها، وكانوا دحروا الفرنسيس من تونس. أنا اليوم باش يكون ميساجي واضح، وأن اليوم يا توانسة ربي ولادكم بيحبوا على حب تونس، على حب بلادهم، على حب العلم هذايا الحلو. اللي اليوم احنا صغارنا يعرفوا تونس كان في النشيد الوطني اللي يحطوا لهم الصباح في المكتب. لا، اليوم يلزمكم تعلموهم، تحبوهم في بلادهم، باش يخافوا على بلادهم، باش نهار اخر نلقاو سياسيين اللي هما يحبوا بلادهم والسراق كما اللي كانوا موجودين، كما الاخوانجيه ولا كما الاحزاب اللي مازالت لتو موجوده، اللي اليوم سياستهم الوحيده هي ذبح الفقير، سياستهم الوحيده وانهم يمسوا دم الفقير، سياستهم الوحيده وانهم يبيعوا بلادهم لدول الاخرى. اليوم اذا كان تونس احنا في الحاله اللي احنا فيها من شكون؟ من ولادها اللي باعوها. اليوم دول الاقتصاد نتاعها مبني على الثروات نتاع تونس اللي نهبوا هنا واللي مازالوا ينهبوا فيها. لكن اليوم احنا نعلموا ولادنا باش يحبوا بلادهم ويخافوا على ثرواتها، وما ما يخليوش الثروات تتنهب. اليوم علم ولدك، فهموا على كل نجمة والهلال، فهموا على كل العباد اللي ماتت، فهموا على كل الناس اللي فدات رواحها على خاطر هالبلاد العزيزة. كيف اليوم يلزمك انت تقول له انت نهار اخر تخدم بلادك بقلب ورب، يلزمك انت تفدي روحك على خاطر البلاد هذه، البلاد العزيزة. تحب ولا تكره، اليوم ما عادش فما حب للوطن، ما عادش فما وطنية. اليوم اللي يقول لك انا سياسي تلقاه سارق. حاشا الشرفاء، حاشا الشرفاء. والحمد لله اليوم ربي ناب علينا معناتها برئيس انسان نظيف، انسان من عائلة عادية، من طبقة عادية، وذاك علاش هما كارهينه وما يحبوهش. الحمد لله اليوم عندنا رئيس يحب القانون ويطبق في القانون. الحمد لله اليوم اللي لقينا فريمون معناتها رئيس يخاف على بلاده، ورئيس من عامة الشعب. هذاك احنا شو نحبوا اليوم، نحبوا نربي ولادنا اليوم ونعلموهم باش حتى من بعد كي ينخرطوا ويدخلوا في الحياة السياسية يبقوا خايفين على بلادهم، ويحاولوا انهم يأموا ثرواتنا، مش يبيعوها كما عملوا حشاكم اللي ما يتسماوا اللي كانوا في الحكم. والسلام عليكم.